يلا يا جماعة النهاردة هنغير في شكل صدور الفراخ، بدل ما هنعملها بانيه هنعملها بطريقة هتعجبك. وصفة جديدة وسريعة وكمان طعمها خطير. يلا بينا هنقول بسم الله. هتجيبي صدر فرخة وهنبدأ نقطعه بالشكل اللي انت شايفاه كده، بالطريقة اللي انت بتقطعي بيها البانيه، يعني لا تخين قوي ولا رفيع قوي، بالشكل ده. السكينة تكون حامية وهتبداي تقطعيها بالشكل اللي انت شايفاه كده. بصي الاكله دي موفره، يعني صدر الفرخه هيطلع معاكي كميه حلوه. وانت شغاله لو في دهون لقيتيها في صدر الفراخ بتشيليها طبعا، ولو في اي حته من الجلد او الزوائد زي ما انت شايفه كده انا بشيلها طبعا وبنضفها لحد ما خلصت التقطيع بالشكل دوت. بصي حلو قوي الصوب كده، لا تخين قوي ولا رفيع قوي. هنبدا بقى نتبلها بالبهارات اللي هقولك عليها دلوقتي، عباره عن ملح وكمان فلفل اسمر وبصل بودر وتوم بودر ورشه من القرفه ورشه من الحبهان البودر ورشه من الزعتر. هتتبليها بالشكل دوت، وعايزه تسيبيها نص ساعه او ساعه يكون افضل، وممكن تشتغلي بيها على طول. دلوقتي انا ببدأ هنا ادق حتة الفرخة بالشكل ده، يعني افردها كده بايد الهون او بالمدق اللي عندك اي حاجة. المهم ان انا بحاول افرد الانسجة بتاعتها. بعد كده هاتي بقى ملح وفلفل اسمر على بيضايه واضربيهم كده بالشوكه. نبدأ نجهز الصينية بتاعتنا، بندهن الأرضية حتة من الزبدة. هاتي بقى قطع الفراخ وابدأي حطي فيها حوالي معلقة من الزبدة، بس في خطوة مهمة، الزبدة تكون لسه طالعة من التلاجة، يعني ما تكونش زبدة سايحة عشان تعرفي تتحكمي فيها وانتي بتلفيها رول. وكمان حطيت مع الزبدة عودين من النعناع. بجد يا جماعة الأكلة دي وهي بتستوي ريحتها بتبقى خطيرة. وبعد كده بتنزليها في البيض وتبدأي ترصيها كده في الصينية. حتى لو قطع الفراخ مش متساوية، يعني حتة صدر اكبر من الحتة اللي قبليها، هنبدأ نظبطها مع بعض. المهم ان انت بتحطي قطعة الزبدة عليها حتة النعناع وتنزليها في البيض وترصيها في الصينية بالشكل ده. طبعا رصيت القطع كلها جنب بعضها كده. معايا هنا اي نوع جبنة عندك، جبنة موتزاريلا او جبنة شيدر او جبنة رومي، هتبدأي تحطي كده نوع الجبنة اللي متوفر عندك، اي نوع جبنة على الوش. هتدخلي بقى الصينية دي في الفرن على الشبكة اللي في النص، وهنشوفها بقى لما تطلع. بصي حتة وهي في الفرن كانت قلب الدنيا، طبعا النعناع لوحده كفيل انه يقلب الدنيا. الاكلة دي ممكن تعمليها مع مكرونة او مع الرز المبهر او الرز بالخضار. انا عماله اشم في ريحتها لان ريحة النعناع حلوة قوي مع الزبدة. استنوا كده اما اقول لكم رأيي في الطعم. الطعم يا جماعة تحفة بجد، عايزاكم تجربوا الأكلة دي، ويا ريت تقولوا لي في تعليق لما تعملوها.